السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا معلمين، رجعنا من جديد. معلش الأجازة طولت شوية، تعب كده وبقيت زي القرد. الحمد لله رجعنا لكم. عندنا فقرات جديدة، عندنا محطات سعادة، هننزل نشتغل شوية، تعرض هنفيد بلدنا. الإعلامي أحمد يونس لحادث سير دخل على أثره إحدى المستشفيات، حيث أصيب بقطع في الأوتار وخضع لعملية جراحية. وقالت مديرة أعماله نوران إنه تعرض لحادث سير ما نتج عنه قطع في أوتار القدم، وغادر غرفة العمليات اليوم بعد خضوع لعملية جراحية. ويعرض لأحمد يونس الموسم الخامس من برنامج أتوبيس السعادة على قناة DMC يوم الجمعة 2 يونيو، وهو من فكرته وتقديمه وإخراج أحمد الجنايني. و- ويشار إلى أن أحمد يونس قدم العديد من البرامج منها التلفزيونية ومنها الإذاعية، وانطلق في مشواره الإذاعي من خلال فقرة نصف ساعة مع أحمد يونس مع زميله الإعلامي مروان أدري، ومن ثم قدم العديد من البرامج منها يا مزيكا، يا نوكيا، وعيش صباحك، وعلى نجوم FM، والذي حقق نجاحا كبيرا. وبعد استقالته من نجوم FM في عام 2015